الله بخير. انت عليك الله يبارك فيك. معك احمد مرائي. صافا كنتي شي بخير؟ لا سي احمد، اهلا والله بخير شي مزيان. الله يحفظك، تفضل. بارك الله فيك. بغيت ندخل على استفزني شي تدخلات ولا تعاليق ولا صافي الصراحات على هذا المشكل ديال المنتخب الوطني. وصلنا لواحد المستوى خطير ملي كنوليو نصفروا على النشيد الوطني، ملي كنوليو كنشجعوا منتخب ضد منتخب اخر. مساله غير مقبوله. نقدر نتقبلها فريق مغربي يشارك في منافسه قاريه، تقدر تقبلها، واحد ما كيبغيش فرقه، ولكن ملي كتشوف العالم الوطني والمنتخب الوطني وشي كيتصفر شي باغي خسران. دابا ولينا واحد الفئات عندنا، دابا كاين فئه كما قلتي قبيله في المداخله ديالك كيدخل الانتماء للفريق، ما خصوش يدخل على المنتخب الوطني. صحيح. تكون بعيد كل البعد. انا حتى الرجاله كي في الوداد ما نبغيش الرجاله كينجح، ولا حتى نمشي معاك ابعد. حتى انا عندي مشكل دابا مع رئيس الجامعه، نقول المنتخب يخسر ويقول ما غاديش نشجعوا المنتخب. هذا هو الربط اللي كيدار الرجاله ديال الوداد القجع بركان. لا هذا مشكل كبير. انا نقول لك انا عندي انتماء للوداد وعندي مؤاخذات على رئيس الجامعه ولا رئيس الاسره مثلا. ولكن نمشي المنتخب الوطني خط احمر يمكنش نناقشوا فيه. طبيعه الحال بلادنا هذيك، بلادك راك تمثل بلادك، راه منتخب هذاك منتخب كيشوف المنتخب الوطني المغربي. وللاسف واسمح لي اخويا رضا، بعض الصحفيين كيساهموا في هذا الشيء. بحال بعض الصحفيين ما كنقولش كل شيء، هما كيسببوا في تاجيج هذا الشيء. ملي كيولي يدخل صحفي معروف وكيقول لك الرجاله ما عيطش على هذا حتى انت من بركان، ما عيطش على هذا كذا، وعيط على هذا حتى صاحبه راه حشومه. هذا صحفي اول حاجه تكون الصحفي تكون فيه تتصف بالمهنيه، خاصك تكون مهني. ماشي عندك مشكل شخصي مع الركراكي تسيري في الركراكي. لكن ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس كيريزونيو ان ناخب وطني جايب 10 انتصارات متتاليه وكنشوف هاد الفتره دابا اللي باقا 7 شهور على كاس افريقيا من بلادنا وكنقولوا خص الاقاله ديالو. كيفاش تقيد المدرب؟ علاش؟ لا شوف هادشي ما كيستند لحتى شي منطق حتى شي عقل. رانا قلتها في الاول الى سمعتي احمد في الاول شنو كنت نقول. العلامه الكامله التصفيه ديالها كان 6 الماتشات 6 رباحات. دابا في التصفيه ديال كاس العالم 4 الماتشات 4 رباحات. ما يمكنش يعني من الحماق انك طالب دابا بشي حاجه من غير انك يعني تحافظ على استقرار المنتخب الوطني واللحمه ديالو. لا هو الادمي ذلك دوك كيقارنوا دابا الزكي كيف هذا المنتخب النيجر. سي نورمال باينه ان الزكي عارف الاسلوب ديال المنتخب الوطني، عارف الاسلوب ديال الركراكي. وقضيه اخرى اللي الناس كتنساها، يمشيو يشوفوا الكلاسمون ديال لي زوتر كلوب، راه ما كاينش شي فوارق كبيره. هذا كان نقطه جوج بين المنتخب القوي اللي كنقولوا حنا ما كوت ديفوار، ما كاينش فوارق. الفوارق ما بقاش لعيبه في كره القدم الافريقيه. راه مشى هذاك الشيء بكري ديال كتقول تلعب مع بوتسوانا ولا هذا. دابا كيطالبوا لا نصيفطوا الركراكي ويجيبوا الزكي. هاد الناس نفسهم كانوا كيديروا واحد الاقتداء، يعني كان الزكي في شاد المنتخب الوطني نفسهم الامام ما كيتبدلوش. لا دابا واحد القضيه الفريق الوطني انت انا غنحكم على الركراكي من هذا نظام كاس افريقيا في بلادنا، ولا قدر الله ما حققناش نتيجه ايجابيه ديك الساعه حتى الركراكي. اما الركراكي دابا غادي ان شاء الله حنا غنتكلفوا ان شاء الله كاس العالم، هذه ما فيهاش نقاش ان شاء الله ياك ان شاء الله باذن الله. انا نقدر كنتمنى الناس يناقشوا تقنيا الركراكي. انا عندي مؤاخذه على الركراكي كيبين لك بانه ملي كيبغي هو يخلق اللعب كيلقى مشكل مع الفراقين والمنتخب مع المنتخبات اللي كيديروا بلوكما، كيلقى ان الركراكي مشكل. باقي عنده مشكل بالاختيارات ديال اللاعبين. كاين واحد شويه العاطفه، ماشي كنقول عاطفه. واحد اللاعب مع بزاف واخا كيبان ناقص، الركراكي كيبقى مصر على اللعب. بحال نعطيك مثال، انا اناحي كان ناقص في هذا الماتش مثلا، بان بينا اناحي ناقص بزاف. بحال دابا الياميق كان ناقص مثلا، حكيمي براسو كان ناقص في هذا الماتش. هو شوف هذه المساله سي احمد، انا راه كنت قلتها لعقلتي في اليوم ديال لاكان اللي كانوا كيديروا تحليل المباريات ديال كاس افريقيا. كنت كنتقد الركراكي بشده احيانا بقسوه بسبب هذه المساله ديال العاطفه، لانه هو براسو كيقول لك انايا ديت معايا بوفال مصاب لا كوت ديفوار وما يمكنش ننسى داك الشيء اللي دار معنا في قطر. كيقول لك انا لا المنتخب ما فيش هذا الشيء. وكيقول لك مزراوي ما يمكنش انني ما ناخذش معايا مزراوي، وحنا عاقلين انه بدا معاه مزراوي ما لعبش لي 3 ماتش الاولين في لاكان ودخلوا في ماتش جنوب افريقيا الماتش اقصاء. وهذا اختيار كان كارثي، لان عطيت الله دار لي ماتش الاولين، جيتي حتى هذاك الماتش ديال كان الشيبي هذا كيلعب، وجيتي حتى الماتش ديال جنوب افريقيا ودخلتي مزراوي. هذيك اشد الامور اللي كتلعب على الركراكي كتسمى نخبه، شي نخبه النخبه ديال افضل لاعب ذاك الوقت كل بوست. ما كاينش فين كيلعب اللاعب عنده انفاس دو فورم، ما يمكنش نعيط عليه باش ندير الخطا حكا كان معاه. لا غادي نشوفوا في المنتخبات العالميه كاين لاعب مثلا يقدر يلعب مع هذا الماتش ويقدر يلعب جوج 3 ماتشات ومن يسترجع المستوى ديالو تعاود تعيط عليه. صحيح ما يمكنش ندير الخطر، ما كاينش خواطر في المنتخب. وقضيه اخرى كما قلتي وانا كنشارك الراي تصريحات ولا كيخرج كتكون بعد خطرات مجانبه للصواب ديال الركراكي. سي توجور كيدير الشوك كيدير الشوك يتقطع فيه بحال ما تقول كنا في بلاصه اخرى ما لقاوش ديك التشجيع. عندنا تفريق قبل الجماهير المغربيه هذا غير مقبول، الصحيح غير مقبول بتاتا. كنا مع اش كتعني كتولي كتفتح باب الشائعات كيقول واش كيعني على الجمهور ديال الرباط واش الجمهور ديال كازا ولا ما كيعني. سي توجور في الضرب ديال كاين حدثات كبيره بين الجماهير المغربيه. انت مدرب ديال المنتخب الوطني كتصرح لك اسئله ديال الصحفيين، ولكن كنشوفوا ديال الشوط اكثر كيقول لك السؤال اكثر ما نجاوبش عليه من حقك واخا تستفزك شي صحفي. اللهم ما تجاوبش عليه ولا انك طيح في المحظور. وي من حقك ما تجاوبش عليه، هذا كيجي الذكاء ديال المدرب. شوف عندنا صحفيين اونتر بارونتيز كيمشيو خصيصا ان الصحفي باش يستفزوا الركراكي وعاولين عارفينهم
ماشي حيت شنو صحابي، انت كصحابي انت كتعذر مني هذا الشيء اخويا رضا، كتقلب على المعلومه من عند المدرب. انت حيت يمكنش الجماهير كلها غادي تسول المدرب، انت كصحابي كتوصل الاسئله، ولكن الاسئله في النطاق. وكتقدر مثلا حنا كنهضروا على ماتش واحد كيجي شي حاجه على عام مثلا، ماشي سؤال هذا، انت كبدايه تسمح لي ما يمكنش نجاوبك على حقك. شوف انا نتفق معك ان مجموعه من الاسئله تطرح في ندوات ما اسئله ماشي في مستوى، واحيانا ماشي في السياق ديال المنافسه والمباراه، هذه انا متفق معك فيها. غير هو الناخب الوطني خاص ودرب بزاف، درب في الفتح، درب في الوداد، درب على مستوى، درب المنتخب الوطني المغربي، ما يمكنش يبقى يطيح في المحظور، ما يمكنش يعذر. الا غتبقى تطلق بحال التصريحات هادو وكل مره تيري في شي جنب، ما مزياناش ليهم، مزياناش المنتخب الوطني. كدير دي بوليميك تخوي خاوي، دي بوليميك تخوي خاوي. انت شوف دابا انت مدرب ركز في العمل ديالك، وشوف واحد القضيه، انا كمدرب وناخب وطني ماشي ديما خصني نقلب علاش اختاريت هذا وما اختاريتش هذا. شي انا عطوني غندير 30 لاعب، غيعطوا السير غندير كل واحد يدير، ما يمكنش يكون اجماع على العناصر الوطنيه، هذه معروفه. ما يمكنش واحد بالكامل يقول لك لا ما عرفتش على تاحيف، واحد كيبغي يقول لك اسمع انت ناخب وطني، انت كنت وليت هذه مهمه، فانت مسؤول عليك. اللي ما حناش غنعاتبوا الرجال على النتائج، اختار زيد او عمر ما كيهمنيش، انا كمشجع ولا انا كصاحب، انا كنعاتبوا على النتائج. نهار يجي كاس افريقيا بالمغرب والكنادي لا قدر الله كما قلت ما يحققناش، راه كاين الجامعه هي اللي عندها مع عقد تتحاسبوا سواء بالاقالات سواء هذا. اما حنا حد كاين نتائج ننتقدوا كما قلت لك، الانتقاد خص يكون تقني، ما يمشيش شي حوايج اخرى نبعدوا على. اما باش انا غنعاود نقولها غير مقبول تكون صحافي، تكون واحد من الجمهور انا كتقول انا نشجع منتخب ضد المنتخب الوطني ولا نتفرع على الناشد الوطني، راه تعاود يعاود الانسان النظر في الوطني ديالو وفي المغربي ديالو. هادشي اللي غنقول اخويا رضا. لا متفق معك في الجزئيه هذه، وداك الشيء تكلمت عليه ما كنتش صراحه باغي نجبد هذا الموضوع، ولكن لانه صراحه ولا ظاهره ولات في التزايد، لاحظناها في ماتشات اخرى. راه ما يمكنش راه كما قلتي كنا كنكونوا ضد المدرب الفتح وجدوا عندنا شي عناصر لعبوا في المنتخب ما يستحقوش يدخلوا لباب التيران، ولكن ما عمرنا صفرنا على المنتخب الوطني، ما عمرنا بغينا نخسر المنتخب الوطني. هذا ماشي نادي، هذا منتخب كيمثل الدوله صاحبي، راه من التوابيت ديال البلاد ما يمكنش ناقش فيه. راه اي واحد في اي رياضه كيحمل القميص الوطني كتصفق عليه وكتبغي يربح، في اي رياضه في اي مجال المغربي وكيحمل القميص الوطني كتشجعوا. شي حوايج اخرى متفقين، لان الظاهره هذه الى ما هضرناش عليها حنا صحفيين مثلا مع الوقت غنطبعوا معها، غتولي تبان لنا عادي بحال مجموعه من الامور اخرى اللي تميعات ماشي في الرياضه، في مجموعه من المجالات. شنو في الماتشات الاخرين اللي فاتوا؟ انا سكت وانت تسكت والاخر يسكت. لا شنو هذا دلال الحركات عاوتاني كتوقع دلال الحركات لعاب لا السوني ديال المنتخب، وانا باقي كنتفكر حكا ملي كان مشى من وجداد تيكون مع فرقه شي يكون مع الوداد يدير كاك من قبلها منك ما كاينش مشكل، ولكن مع منتخب وطني لا اسمح لي ما نقولهاش. حنا منتخب هذاك منتخب وطني، حنا كنا مغاربه غنبقاو وراء الفريق الوطني كيف ما كان المدرب كيف ما كان اللعاب كيف ما كانت النجاح ديما ورا المنتخب ديالنا. هذا هو الرساله اللي بغيت نوصل اخويا رضا. هذاك الشيء اللي كاين السي احمد. شكرا للتواصل اخويا احمد. بارك الله فيك تبارك الله عليك اخويا. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. رمضان مبارك. السلام عليكم. علينا وعليك بارك الله فيك. انا كنظن واضحه هذه النقطه هذه، حتى الاخ حتى هو السي احمد حتى هو كيتفق معايا فيها، وكنظن ان اي مغربي عاقل غادي يتفق معنا في الطرح هذا.